دكتور، انا عايزه امشي على دايت الصيام المتقطع. والله ما دايت، وحياتكم ما دايت، ومش رجيم على فكره. الصيام المتقطع بيمنع الرمرمه وينظم الوجبات، وما بيلعبش في الهرمونات. ليه بقى؟ لان المفروض ان احنا اي دايت بنخشه علشان نعمل مينتين نسبه الانسولين، نخلي نسبه الانسولين دايما كده. حتى لما نبقى بندخل له الاكل الانسولين بيعلى كده وبعدين ينزل كده، ده اللي احنا عايزينه. ما يبقاش عالي كده وينزل مره واحده، ده اللي بيعمله سناكس. مفيش حاجه اسمها سناكس. عود جسمك ان مفيش حاجه اسمها سناكس. عود جسمك على انه بياكل وجبات متكامله، وما ينفعش ياكل في وسطهم. في وسطهم بعمل ايه؟ بشرب اي مشروبات عشبيه حتى بسكر سويتال او ستيفيا، عادي مفيش مشكله. ايه ده لا لا لا، انا مش هينفعني، انا هاكل وجبتين ثلاثه في اليوم. ما احنا ناكل كام وجبه في اليوم؟ يعني هو احنا اليوم قد ايه اصلا عشان نقعد ناكل؟ ده تقضي الايام وجبات حلوه ولا ايه؟ لا، مش كده. احنا بناكل وجبتنا كامله، بروتين، دهون صحيه، ورقيات بالنسب بتاعتنا وحسب الدايت اللي احنا داخلينه. حتى السعرات فيهم نسب في السعرات، لا يعني ايه، نبقى الدنيا تبقى حلوه وبسيطه علشان ما تجيش في الاخر تقولي ان هو نظام فاشل. هو مش نظام فاشل، وتطبيقك هو الغلط. الاهم من النظام اللي انا اديهولك هو التطبيق الصح، وانا معاكم عشان نعرف نعمل التطبيق الصح.